مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي ست الستات. كلنا بنتمنى ان بلدنا تكون اجمل بلد في الدنيا، اجمل بلد في الدنيا بناسها بمبانيها وكمان بشوارعها. ازاي نخلي الجمال ده بيعم علينا كلنا، مش بس في الشارع لكن كمان في البيت. الخضره، المنظر البسيط الجميل اللي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نبص له من وقت لاخر، ده مريح صحيا ومريح نفسيا. كتير جدا لما بيذهبوا لاطباء الامراض النفسيه بيقولوا لهم على اللونج ران او على المدى البعيد حاولوا ان انتم تبصوا للخضره بشكل كبير جدا او بشكل فيه عمق لمده حوالي نص ساعه. ده بيريح الحاله النفسيه وبيساعد من ازاله حاله الاكتئاب اللي بتكون عند بعض المرضى النفسيين. ده من ضمن الوسائل العلاج اللي ممكن اي طبيب امراض نفسيه يستخدمها لو كان الاكتئاب في بدايته، فدي حاجه مريحه للاعصاب. كمان لما بتكون الزرع او نباتات الزينه عندنا في البيت بتبقى حاجات جميله جدا ومريحه جدا جدا للنظر، وكمان بتنقي الجو زي ما بتنقي الشوارع من الشوائب، من الميكروبات، من الاتربه، من حاجات كتير جدا. كمان بتنقي الجو في البيت. لو زرعنا على سبيل المثال الجرجير والشبت والنعناع والبقدونس والريحان، كلها حاجات بسيطه جدا وكلها حاجات جميله بتدي روايح حلوه. كمان الزعتر والروزماري او اكليل الجبل زي ما بتقال عليه، حاجات كلها جميله وبسيطه في متناول ايدينا. لو حاولنا ان احنا نزرعها في بيتنا ونعملها اصاري زرع كده بسيطه في البلكونه او داخل البيت، يعني لو ما اخدناهاش كشيء جمالي هناخدها كطبق سلطه صحي وجميل، ما بنبقى عارفين هو معمول ازاي، ما بنبقاش محتاجين ان احنا نشتريه من بره وهو فيه كيماويات او فيه اي مواد غير نافعه لصحتنا، احنا ما بنبقاش محتاجينها، وكان لو اطفالنا كلوا منها. موضوع كبير جدا جدا هنتقابل بيه مع حضراتكم النهارده، وهو زراعه النباتات في البيت. وده من اولى الحلقات اللي احنا عملناها النهارده في الست الستات. ده اول مره نتطرق لهذا الموضوع، لقيناه موضوع جميل جدا جدا. اسره ست الستات كلها اتبسطت بيه، وحبينا ان احنا نطلع حضراتكم عليه عشان كلنا ننفذه في بيوتنا. ده هيكون معانا فقره من الفقرات الاساسيه النهارده مع الاستاذه مها مرعي في برنامج ست الستات. لكن هنطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنبدا اول فقره من فقراتنا وهي فقره الاخبار، ونيجي لحضراتكم مره ثانيه. خليكم معانا. التمرينات الرياضية تحفظ عضلة القلب مع تقدم العمر. أظهرت دراسة جديدة أن التمرينات الرياضية المستمرة التي يمارسها الفرد طوال عمره تحفظ عضلة القلب لدى كبار السن لمستويات تعادل أو حتى تتجاوز حالة عضلة القلب لدى الشباب. كل مشاهدينا ومشاهدي ست الستات، ووصلنا مع بعض للفقره اللي نوهنا عنها كتير في حلقتنا، وهي فقره زراعه النباتات العطريه وكمان نباتات الزينه. هتكون معانا النهارده ضيفتنا الاستاذه مها مرعي، خبيره تغذيه وكمان خبيره في تنميه المراه وشؤون المراه بشكل عام، سواء كان في بيتها في جميع مراحل حياتها. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. سعداء بوجود حضرتك معانا دايما، وضيفه عزيزه علينا. الله يحفظك، انا سعيده بوجودي في وسطكم. احنا النهارده نوهنا ان احنا هيكون معانا حلقه تعليميه وكمان تجميليه في نفس الوقت، واقتصاديه كمان، لان الحاجات دي كلها مش مكلفه بالظبط. فهنبدا بايه النهارده ونقول لكل مشاهدينا. انا بس عايزه قبل ما نبدا الزراعه عايزه اوري مشاهدينا قد ايه المجال بتاع حضرتك جميل، وفي نفس الوقت يعني كل ما تروحي مكان تاخدي عليه جايزه، او يعني بتلاقي ترحاب وبتلاقي تقدير من جميع الجهات. يعني مثلا على سبيل المثال دي جايزه من مهرجان العربي للابداع في الفيوم. دي كانت برضو عن الزرع وتنميه الخضره والمجال ان احنا نزرع ونحارب التلوث، وفي نفس الوقت ناكل اكل صحي وبقروش بسيطه، وممكن بعد كده الشباب يعملوا مشروع لتنميه دخله. اوكي. معانا واحده ثانيه، دي كانت في نفس المهرجان. في نفس المهرجان دي برضو عن زراعه النباتات، عن زراعه البلكونات وزراعه الاسطح، وازاي ان احنا ممكن نجمل البيئه بتاعتنا بقروش بسيطه وناكل الاكل الصحي ده كل ده اورجانيك زي ما لا طبعا بالظبط، ما فيهوش اي كيماويات. فكان ده على هامش المهرجان العربي للابداع، والحمد لله لقى استحسان لان الحاجه مش مكلفه والموضوع كله بسيط. هو عايز بس ان احنا نعرف ايه الخطوات الصح ونتبعها مع بعض. الميداليه دي كانت
عن ايه ولا كمان برضه بنفس يعني كل التكليف كان بخصوص المهرجانات اللي بتدخليها او كل المشاريع اللي بتدخليها بيبقى للخضره وتنميه البيئه. انا شايفه معايا صوره جميله جدا، هي الحقيقه والجوائز والشهادات دي برضه اشكرك قوي على عايزين استاذه مريان تجيب لنا ده حوض جرجير وحوض نعناع جنب بعض. ده حوض جرجير ونعناع. يعني هتلاقي حضرتك ان هم في البلكونه مش محتاجين اي مساحه ولا محتاجين اي تكاليف، يعني اي حاجه فاضيه بنحط فيها التربه اللي احنا هنتكلم عليها. أيوة. وبذور نعناع وجرجير. دي من الشهادات كمان اللي اخدتيها من بعض الجمعيات اللي بتخدم المراه، وبتحاولي دايما ان انت، يعني انا شايفه انها كلها خاصه بالمراه. هو تنمية المرأة سواء في الزراعة، سواء في مشروعات صغيرة، سواء في ان احنا نعمل الوجبات السريعة في البيت ونبيعها كمشروعات بتحارب البطالة. ان احنا يعني كمان بتساعديهم ان هم يحاربوا البطالة، سواء كان في زراعة النباتات او في المشروعات الاكل اللي هي جاتوهات وحلويات يعني. او وجبات سريعة للمرأة العاملة. هي مشروعات كلها بتدور حوالين انك تحاربي البطالة وانك تعملي مشروع ينفع الشاب او الشابة ويعمل برأس مال بسيط مشروع، ممكن يبقى بعد كده مصنع، ممكن يبقى بعد كده ورشة. وخصوصا مثلا احنا النهارده مجال العمل مقفول، حتى لو احنا حتى لو الشاب ما معهوش الامكانيات الكبيره او يعني المقابل المادي اللي معاه، اللي بيقول طب ده انا هبدا بيه مشروع ازاي يكون بسيط. لا لازم يكون يعني قليل، له يبدا قليل. يعني اهم حاجه في المشروع التجاري انك ما تبتديش براس مال كبير لانه ما فيش خبره. فلو ابتديتي براس مال كبير ممكن لا قدر الله لو فشل هتبقى يعني صدمه للشاب في اول حياته. نبتدي براس مال صغير، نبتدي بعمل مثلا وجبات سريعه، الاكلات بيتزا وشاورما، نبتدي مثلا بمشتل صغير في البيت. ممكن الحاجات دي تدر ربح بالاكسسوارات زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنعمل اكسسوارات بسيطه نسوقها من خلال النت. زراعه النباتات اللي احنا بصددها النهارده. نبدا بزراعه النبات. كل دقيقه معانا نقول النبات. النهارده معانا اصناف جميله، حصلبان او اكليل الجبل او روزماري، هما الثلاثه يعني نفس التسميه بمعنى واحد او بالاسم واحد بالظبط. يعني. معانا النعناع وده الزعتر. معانا استاذ محمد من كفر الشيخ. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ محمد. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. ازيك يا استاذ ميع؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، تشرفنا. والله ربنا يعزك يا فندم، صحة ليك. والله احنا حضرتك بس حاجه زينه كده، اي ورد اي حاجه تقول لنا على اسم حضرتك بحيث ان احنا نحطه في السيرشن وكده. زرع نبات ظل حضرتك عايز ورد؟ نبات ظل معانا مثلا البوتس، ده نبات ظل بيحتاج لاضاءه صناعي، ما يحتاجش الشمس، لضوء عادي. فممكن اقول لحضرتك على حاجه، احنا بنجيب قصريه واحده من البوتس، قصريه واحده، وبعدين بنقص من جوه من هنا بحيث ان انا باخد فرع وبشتله. يعني انا حتى جايبه معايا من البيت عندي ازاي ان انا من قصريه واحده من البوتس ازاي ان انا ممكن اخد منها فرع واحطه في الميه، وده ممكن ازرعه في قصريه ثانيه، يبقى القصريه الواحده ممكن تعمل لي 6 أو 7 قصاري بعد كده، يعني بشكل اقتصادي حضرتك مش هتتكلف كتير. ده بالنسبه للبوتس. بالنسبه للنباتات الثانيه اللي معانا دي هتحتاج بلكونه، هتحتاج شمس وهواء. يا ريت حضرتك تجرب النباتات اللي هي العطريه، ريحان وبردقوش ونعناع وشبت وحاجه السلطه، هتعجبك قوي. تحت امرك. شكرا جزيلا استاذ محمد. الفكره بتاع استاذ محمد انا عاملاها فعلا في البيت. كان عندي قصريه بوتس واحده وبعدين قصيت منها الفروع دي، بحطها في ميه فبتطلع الجذور كده، الجدر ده بحطه جوه التربه وبغطيه، فبتعمل لي كل فرع من دول قصريه. يبقى من قصريه واحده انا ممكن اعمل 7 8. ده الجزء الاقتصادي اللي احنا قلنا عليه بالظبط كده. استاذه مها، يعني دلوقتي انا شايفه ان احنا معانا روزماري، اتكلمنا عن اكليل الجبل او حصلبان او هنقول فوائد كل حاجه كمان عشان المشاهد الكريم يعرف طب هنزرعه ونعمل بيه ايه. خلينا في الاول في الحصلبان. حصلبان ده الملك مع السمك. بنحط مع السمك طبعا تتبيله السمك معروفه. حضرتك اسكندرانيه بقى فهنحاول ان احنا نستفيد منه. ربنا
من تتبيله السمك. تتبيله السمك معروفه ان هي دايما تكون توم وكمون وليمون. والاضافه اللي هنعملها النهارده ان احنا بناخد ايه بقى، انا ما بشدش من الجدر، باخد كده كده من فوق، بغسلها كويس وبقطف الورق الاخضر ده كده، بغسله كويس قوي وافرمه ناعم بالسكينه، وبحطه مع الثوم والليمون والكمون اللي هي والملح والفلفل، تتبيله السمك. بيدي طعم وريحه جميله جدا. تمام. حصل بان له خاصيه كمان جميله جدا في حفظ اللحوم. زمان الصيادين في حفظ اللحوم والاسماك. زمان الصيادين كانوا بيطلعوا رحلات صيد، بيقعدوا في البحر او في المحيط بالاسابيع، فحصيله السمك اللي بياخدوها ممكن تفسد. ما كانش فيه بقى التكنولوجيا الحديثه والثلاجات، بياخدوها معاهم. معانا استاذه هبه من اسكندريه. اهلا وسهلا. الو. اهلا بحضرتك يا استاذه هبه. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، بحب اسلم على حضرتك وعلى مدام مها كتير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مدام مها من اسكندريه، فانتوا بلديات. ايوه، انا اصلا من اسكندريه ومتابعاها على قناه اسكندريه. ايوه. وانبسطت جدا جدا لما لقيتها موجوده عند التلفزيون. يعني بصراحه انا بشكركم جدا على المفاجاه الجميله دي. احنا بنشكر حضرتك وبنشكر مدام مها انها يعني لبت الندى وجات لنا قناه الدلتا. عمركم تحت والله انا بشكرها جدا، وما تعرفيش انا استفدت منها قد ايه، انا او اولادي وهم اصلا يعني عرايس وبنت، فاستفدت كتير منها والله. ربنا يخليكي، انا متشكره على الشهاده الجميله دي. وقناه اسكندريه وقناه الدلتا ليها وتسلموا انتوا كمان والله. ربنا يخليكي يا استاذه هبه. متشكره. ليكي اي سؤال مدام هبه؟ الله يخليكي، انا بس حابه ارحب بمدام مها في الدلتا، واتمنى ان اشوفها على طول ان شاء الله عندكم باذن الله. ان شاء الله. انا معاهم وتحت امرهم، وهنا بلدي، انا مسقط راسي من المنصوره، فبرضو اقليم وسط الدلتا يعني هم اهلي وحبايبي، واسكندريه بلدي الثانيه، فهنا وهنا واحد وتحت امرك، وانا متشكره على ذوقك قوي. الله يخليكي، وانا حابه كمان اشكر تلفزيون الدلتا، تلفزيون محترم وبرامجه كلها محترمه جدا وبنستفيد منها والله. فعلا هم فعلا ناس افاضل، وربنا يوفقهم دايما يا رب. شكرا لحضرتك يا استاذه هبه، بنشكرك على وقتك معانا، وبنتمنى انك تكوني صديقه دائمه لبرنامج ست الستات في قناه الدلتا. شكرا جزيلا لحضرتك. كنا ابتدينا نقول اللي حصل بان عمل وراكي. والله انا سعيده جدا يعني. احنا سعداء باتصالها فعلا. ما حرمش منك. كنا ابتدينا نقول حصل بان ازاي حفظوا بيه السمك. نظفوا بطن السمك كويس قوي، وحشوا مكان بطن السمك كله بين الروزماري الاخضر، وقفلوا السمكه تاني وحطوا عليها قوالب ثلج كبيره. ايه رايك انه سبحان الله من غير اي اجهزه كهربائيه ولا ادوات حفظ بقت السمكه فريش وطازه لغايه ما يخلصوا رحلتهم بالاسابيع ويرجعوا للشاطئ تاني. فدي من فوائد اللي حصل بان. وقلنا عليه هديكي صوص، وصفه سريعه لصوص يتاكل مع السمك. كوبايه مايونيز، معلقتين كبار من حصل بان المتقطع ناعم، ثوم، وعصره ليمون. نقولها مره ثانيه. نقولها تاني. كوبايه مايونيز، ومعلقه كبيره من حصل بان متقطع، وثوم، وعصره ليمونه. بنخلطهم كويس، يعني ثوم وليمون ومايونيز وحصل بان. طيب يا ترى يكون ناشف ولا لا؟ احنا بنتكلم كله على الاخضر، وعشان كده احنا هنزرعه في بلكونتنا. حاجه تانية بقى عايزين ننقل عليها بالنسبه للبردقوش. البردقوش اللي هو ده، على فكره انا شكل البردقوش ما اعرفوش. لا انا هقول لك على البردقوش ده فوائده كتيره قوي. اولا كل اللي عايز يعمل دايت يبقى حبيبه قوي البردقوش، لانه مشروب حارق للدهون. فاحنا بنعمل ازاي؟ بنقص كده جزء منه. أمنية من كفر الشيخ. الو. ايوه، اهلا بيكي يا أمنية. ازيكي يا طنط معايا؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. لو سمحتي انا كنت عايزه طنط تقولي الورد الاحمر نزرعه ازاي في البيت، وازاي نطلع اجيال ورا بعض. طب قولي لنا انت في سنه كام الاول يا أمنية؟ انا في اولى اعدادي. اولى اعدادي. من عينيا. كلمتينا قبل كده؟ لا. طب تكوني صديقه لينا ان شاء الله. شكرا ليكي. انت عايزه الورد البلدي؟ اه. طيب من عينيا. حاضر. الورد البلدي بالشتله.
ممكن نجيبه شتله، يعني بصي الشتله حاجه زي كده بتيجي من المشتل، وبنحطها بنقطع الكيس ده، وبنجيب مثلا قصريه زي كده، وهنعمل التربه احنا دلوقتي على الطبيعه، وبنقطع الكيس وبنحطها وبنحوط عليها. كنا بدانا انا بشكرك على اتصالك الجميل. شكرا ليك. بدانا نتكلم على البردقوش. البردقوش هو صديق كل اللي عايز يعمل دايت. بنعمل ايه؟ بنقص كده، احنا اتفقنا ما بنشدش من الجد، بناخد فرع كده، ناخد كذا فرع، بنغسله كويس، وبنعمله على طريقه الشاي الكشري، اللي هي بنحط ميه مغليه وبنحط فيها البردقوش وبنغطي 5 دقائق. ليه؟ علشان كل النباتات دي مليانه زيوت طياره، لو انا غليت وسبته مكشوف بتروح الفايده بتاعتها. فانا بحط البردقوش جوه كوبايه ميه مغليه واغطي عليه 5 دقائق واشربه من غير ولا سكر وحتى من غير عسل. هو طعمه حلو، يعني طعمه مستساغ. ده لما يتشرب 3 مرات في اليوم بيحرق الدهون، وطبعا الى جانب النظام الغذائي اللي انا ببقى ماشيه عليه. لكن فوائده ان هو حارق للدهون، فوائده ان هو بيحرق الدهون، بيساعد على حرق الدهون، وطعمه جميل جدا، بيساعد على الهضم وبيساعد على النوم الهادي. كوبايه من البردقوش ممكن بالليل بتساعد على النوم الهادي وطارد للغازات. وسبحان الله الريحان والبردقوش وحصى البان والنعناع، الاربعه دول بيساعدوا على الهضم، بيساعدوا على طرد الغازات، بيساعدوا على كفاءه الجسم. فيهم زيوت طياره، فيهم مضادات اكسده، فيهم فيتامينات بتقوي جهاز المناعه في الجسم. قد ايه الحاجات الطبيعيه دي جميله. يعني احنا لما نجيب بعض الادويه ممكن لو هيبقى لها في البامفلت بتاعها كده نلاقي ان كل الحاجات دي موجود، نبات البردقوش، نبات النعناع، لكن الادويه يعني لها داخل في تركيبها، يعني. في تركيبها صح. لكن حاجات الادويه بيبقى فيها اثار جانبيه سيئه. طب ما انا اخد الماده الفعاله اللي هي ربنا خالقها عشان فايده الانسان ومن غير اي مشاكل ولا اي اثار جانبيه. احنا اتكلمنا كده على البردقوش مع اللحمه بيبقى جميل جدا. مره نبقى نعمل طبق لحمه برده ونحط فيه البردقوش الفريش، بيديها طعم وريحه جميله جدا. نتكلم بقى على الريحان. معنا منى من المنصوره من بلدك. اهلا وسهلا. ام منى، ابو منى عفوا. كنترول مش سامعه منهم كويس. الو اهلا بحضرتك. ام منى ما غلطتش. اهلا بحضرتك يا ام منى. اهلا بحضرتك. لو سمحتي ممكن اكلم الاستاذه مها. استاذه مها مع حضرتك، اتفضلي. الو اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ اهلا بيكي. والدي من عندكم من المنصوره. اهلا يا استاذه مها. اهلا بيك. اهلا بيك. شرف. انا ام منى. اتفضلي يا ام منى، اتفضلي سؤال حضرتك. لو سمحتي ممكن اكلم حضرتك بخصوص النباتات اللي بتزرع متسلقه. المتسلقه. اتفضلي. عايزه تعرفي انواعها مثلا وتتزرع ازاي؟ ازرعها ازاي؟ لان انا زرعتها قبل كده وللاسف ما طلعتش. لا من عينيا اقول لحضرتك. حاضر من عينيا. هي بتبقى عايزه بس شمس وهواء، وبتبقى عايزه التربه اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي، وهنزرع كده مع بعض ونشوف هل مثلا حضرتك سقيتي كتير ولا بالعكس عطشت. هنعمل مع بعض الخطوات على الطبيعه دلوقتي وتحت امرك تأمري. شكرا جزيلا يا ام منى. نكمل كلامنا وانا هرد على ام منى واحنا عملي واحنا بنعمل الزرع. بالنسبه للريحان، الريحان ذكر في سوره الواقعه وله فضل كبير جدا على الانسان. يعني ما عندكيش فكره زراعه الريحان بتطرد الحشرات. طب احنا نبدا نشتغل واحنا بنتكلم. طيب احنا هنقول اول حاجه ازاي نعمل انا عايزه اسال حضرتك سؤال بس مهم. يعني كتير جدا من السيدات اللي بيتابعونا دلوقتي بيقولوا يا ترى احنا، يعني السؤال ده دار في ذهني فاكيد هم كمان بيدور في اذهانهم. البردقوش والروزماري والنعناع، لا مش تكلفته. هو تكلفته بسيطه جدا. ده شطله بسيطه. تكلفته بسيطه جدا. لا لو ممكن نحطه في المطبخ عندنا ولا لازم يطلع؟ لا لازم في الشمس والهواء. في الشمس. كل النباتات دي عايزه شمس وهواء ما عدا البوتس. ده نبات زينه، مش لازم شمس ولا هواء، عايزه اضاءه صناعيه. كل النباتات دي عايزه شمس وهواء، وتتروي مره في الشتاء في الاسبوع ومرتين في الصيف. يعني في الشتاء مره في الاسبوع ومرتين في الصيف. نبتدي بقى مع بعض. مثلا انا عامله الباسكت ده بامكانيات بسيطه خالص. ده مجرد باسكت صاج. بتجيب الخيوط بتاعته بتلفيها، بتحطي الحليات دي بمسدس الشمع او كده عشان يبقى زي قصريه. قصريه شكلها جميل. طيب احنا هنقول بس ده داخل البيت. داخل البيت. لكن بالنسبه للقصريه انا بجيب قصريه زي كده،
اول حاجه بعملها ان انا بعمل خروم فيها علشان تسرب لي الميه الزايده، وبعدين بجيب حصوات كده صغيره بحطها من جوه بحيث تبقى الخروم ما تنزلش كميه ميه كبيره، وبجيب طبق تحتها عشان لما اروي ما تنزلش الميه على الارض. يبقى دي اول خطوه. تاني خطوه ايه هي بقى مكونات التربه؟ مكونات التربه حاجتين، الرمل والتربه الصناعيه اللي هي البيتموس. طيب مقاديرهم ايه؟ انا معايا هنا الرمل، شايفه فيه هنا مع حضرتك اهو الرمل اهو. بنحط مقدار من الرمل عليه 3 مقادير من التربه الصناعيه اللي هي البيتموس. اللي هو الحاجات دي نقول الرمل عارفين بنجيبه منين، لكن البيتموس ده برضو من عند الرمل من عند اللي بيبيعوا المونه لانه رمل مباني. البيتموس من المشاتل اهو، البيتموس اهو من المشاتل بيتباع او من عند اللي بيبيعوا الزهور والورد. تمام. طيب المقدار النسب بقى، النسبه 1 رمل ل3 من البيتموس او اللي هي التربه الصناعي. اوكي. انا وعلى فكره مش عايزه ست البيت تتكلف، مش لازم الجاروف ده، ممكن تستعيد عنه بالكوبايه بلاستيك، بالكوبايه باي كوبايه. المهم ان المقدار ثابت يعني. مقدار 1 رمل اهو عليه 3 بيتموس عشان اعمل التربه اللي عندي اللي هزرع فيها النبات. عايزه اقول لك على حاجه ممكن تخلي الزرع احلى كمان، انك تحطي له كومبوست. الكومبوست ده سماد عضوي، سماد عضوي. احنا هنحط 3 اهو، بيتحط مقدار رمل ومقدار 1 كومبوست ومقدار طينه اللي هي طمي الزرع اللي في الارض. دي اضافات من عندك، لكن الاساسي 1 رمل عليه 3 بيتموس. تمام. هنحط كده 1 رمل عليه 3 بيتموس. البيتموس ده بنجيبه من محلات اللي بتبيع الزرع او من المشاتل. انا حطيت هنا 6 بيتموس، يبقى هنحط 2 رمل. تمام. على فكره برضو انا مش عايزه، انا حطيت مقدار رمل وده التاني، مش عايزه ست البيت تتكلف. بصي حضرتك طبق زي ده موجود في كل بيت، لو كسر معاكي اخرمي الخروم من تحت وحطي فيه الزلط ده في الخروم ويبقى هو زي قصريه الزرع. شاليه زي كده تكاليفها يعني دي مثلا في حدود 4 جنيه، كل زرعه من دول في حدود 4 جنيه، مش غاليه. العبوات بتاعه البويه ال5 كيلو وال9 كيلو، ممكن حضرتك بدل ما بنخلص مثلا دهانات الشقه بتبقى عندنا عبوات كتير مش عارفين نعمل بيها ايه، برضو نجيب العبوه نخرمها ونقلب الغطا نحطه تحت عشان ما الميه ما تقعش على الارض، يبقى زي بالظبط. ايوه يبقى زي الطبق ده، واستعمل اي حاجه عندي يعني في البيت. بنقول نتصرف، يعني هي ست البيت عموما ليها عقلها المدبر اللي بتقدر توظف بيه الحاجات او بتعيد تدويرها مره ثانيه. ست البيت عندنا شاطره، وست الستات زي اسم البرنامج الجميل ست شاطره وبتعرف ازاي تدير امورها كويس قوي قوي من غير ما ترهق نفسها بميزانيات اكتر. انا هنا عملت النسب اهي 1 ل3، نخلطهم بقى مع بعض. لو حضرتك عايزه تجيبي انا بفضل جوانتي زي ده، الجوانتي ده بجنيه مش غالي. ايوه بيتباع في الصيدليات، بيتباع الباكيت على بعضه بالظبط، في عدد كبير من الجوانتيات اهو. في حاجه هتستفيدي بيه ولا ده دي بذور. انا هوريكي البذور. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنخلط الرمله بالبيتموس كده. عايزه حضرتك تحطي اضافات اللي هي الكومبوست او التربه الصناعي، حطي الكومبوست او الطينه اللي هي الطمي نحط. ما عندكيش يبقى هو الرمل والبيتموس كده. انا حصلت على الطينه اللي هي التربه الصناعي. بجيب بقى القصريه اللي عندي اللي هي متخرمه وفيها الحصاوي، بحط العبوات دي كده لتلتينها بس، للتلتين مش للاخر كده، علشان انا هسيب مساحه الفاضيه للبذور كده. دي هنزرع فيها البذور الجديده. ايوه دي البذور الجديده. وعايزه ارد على المشاهده كريمه اللي كانت سالني على الورد بالنسبه للنبات المتسلق اللي ما طلعش. النبات المتسلق ده جميل جدا. هو فكرته ايه؟ فكرته انك بتزرعي وبعد كده هي بتمد من نفسها، لها مخالب كده بتمسك في الحيطه وبتمد، بس هي مش عايزه تتسقي كتير. لما بتتسقي كتير على طول بتدبل. هي مره في الصيف، مره في الاسبوع في الشتاء، ومرتين في الصيف. احنا وصلنا كده اهي لتلتين القصريه كده اهو. وبعدين نحط البذور. عايزه اوري حضرتك البذور اللي معانا دي عباره عن كل بذور النباتات اللي معانا. التشكيله اهي. احنا ممكن نعمل ممكن نعمل في قصريه واحده مجموعه ادي الفجر
لا ممكن تشكلي ده شبت والفجل، وادي الكرفس والبقدونس. بنعمل كل قصريه واحده من يعني صنف واحد. على فكره الكيس ده بجنيه، مش غالي، وبجنيه بس هقص منه هاخد كذا دور. يعني ممكن بعد ما يطرح لي بعد كده بعمل بقص ويطلع تاني، في حين ان حضرتك لو جبتي بجنيه خضره مش هيكفي، يعني هو بتاع اكله واحده وخلاص. طيب نعمل ايه احنا كده؟ هنفتح الكيس بتاعنا، هناخد مثلا نقول معلقه كبيره من البذور دي البقدونس. طيب انا وصلت هنا للتلتين، بنعمل كده، بنرش كده كده اهو. بس كان احنا بقى اللي يستحسن نعمله ايه؟ ان احنا قبل ما نحط البذور يعني في حل من اتنين، يا نسقي الطينه الاول يا اما نسقي برفق. انا كنت عشان ما اسال البذور حضرتك الميه امتى يكون وقتها؟ الميه يعني في طريقتين. الطريقه المثلى ان احنا قبل ما كنا نحط البذور اشبع الطينه ميه لغايه ما تنزل الميه تحت، وبعدين احط البذور. لو انا هحط البذور بالمنظر ده ممكن اكمل بقى احط الطينه، احط للاخر كده، كملي الطينه. ايوه، اروح مكمله الطينه كده واحط الميه برفق عشان البذور ما تتحركش. يعني بنضيف يعني البذور في النص، وبنضيف لها طبقه ثانيه من الطينه. لكن في حاله لو شبعنا التربه ميه البذور بتبقى على الوش. بالظبط. يعني قدام حضرتك حل من اتنين، يا هتحطي الطينه بس للتلتين وتسقيها تغمريها ميه، يا اما هتحطي البذور وتضغطي كده وتسقي من على الجنب. ما تجيبيش بقى يعني ميه مباشره كده. بصي حضرتك كده على جنب كده، ما بجيبش فوق البذور عشان ما تتحركش، على جدار القصريه بس لغايه ما اتاكد ان هي اتشبعت كويس قوي قوي كده، بعيده عن البذور نفسها عشان ما تحركش البذور وتاخدها وتقع. اهم حاجه بقى سقيه الميه. سقيه الميه ان اول ما تنبت مرتين في الاسبوع في الصيف، لكن طول ما هي ما نبتتش بستعمل البخاخه. يعني ازاي بقى؟ طول ما هي ما نبتتش ما بتبقاش محتاجه كميه ميه كبيره. بصي حضرتك البخاخه دي مش غاليه برضه، يعني دي في حدود 4 جنيه البخاخه دي. محمد كامل من اسكندريه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بحضرتك استاذ محمد. والله احنا بنحييكم وبنحيي الاستاذه ميرفت، استاذه مها، لان طبعا هي اخت عزيزه علينا من اسكندريه. استاذه مها واستاذه مها. الاستاذه مها. استاذه معلش انا اسف، كان في ميرفت وفي مها. ايوه اتفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ شرفنا. الله يبارك، ربنا يكرمكم يا رب العالمين كده هو. وانا سعيد ان انا بتصل بهذه القناه الطيبه الجميله. قناه محترمه جدا، وانا يسعدني تواجدي معاهم. الله يبارك فيك. بالنسبه للشاليه الزراعه دي اللي انا عايز اعمل شاليه، ايه اللي يمشي، ايه اللي بيبقى ماشي في داخل الشقه في الظل اللي هو ينبت، وايه اللي يمشي في الشمس؟ يعني الحاجه ايه دي؟ بص يا استاذ محمد، هو كل النباتات بتاعتنا النهارده، النباتات العطريه بتاعتنا النهارده مش هتنفع جوه الشقه، لان هي محتاجه شمس ومحتاجه هواء، فمش هتنفع. انما انا جايبه لحضراتكم بس البوتس كنموذج لنبات الظل. وزي ما اتفقنا عشان يبقى اقتصادي انا بقص فرع واحطه كده في الميه ولغايه ما يطلع الجدر وازرعه، ويبقى هو نبت لي القصريه، تنبت لي 6 أو 7 قصاري تانيين. فيا ريت حضرتك يعني تجرب النباتات العطريه اللي هنستخدمها في السلطه زي البقدونس والجرجير والشبت. ولو عايز الظل يبقى البوتس هو يعني اكتر نبات اقتصادي واكتر نبات ممكن ان انا اطلع منه من قصريه واحده كذا قصريه. شكرا جزيلا وتحت استاذ امرك. محمد. احنا وصلنا كده. بصي حضرتك الميه نزلت اهي كده خلاص، يعني التربه اتشبعت. مش هسقيها بقى الا لما تبتدي تنبت ابتدي ابخها كده. قدامنا دقيقتين. الوقت مع حضرتك عدى بسرعه ربنا جدا. يخليك. قدامنا دقيقتين ونختم. عايزين نلقي الضوء على كل الحاجات اللي معانا. يعني احنا كده خلصنا زرع نفس الطريقه دي عشان الاخت الكريمه اللي سالت على طريقه زرع الورد البلدي. هي اللي عملناها هنا. هي دي لكل الطرق لاي نبات عايزين نزرعه. حتى الشاليات اللي هي الشتلات دي نفس الطريقه، بعمل كده وبفتح لها واقفل عليها
يعني ممكن نشيل الكيسه بتشيلي ونعمل الكيسه نفس ايوه بالظبط، وبتروحي حاطه كده، بتشيلي الكيسه وتوسعي لها وتروحي مقفله عليها بالخليط اللي احنا عملناه هنا للكل. اوكي تمام. كنا عايزين نقول بقى فوائد، قلنا حصلبان وقلنا البردقوش والريحان والشبت بالنسبه والزعتر الفريش كمان ممتاز جدا جدا مع السمك. لا هو ده حصلبان وده زعتر فريش وده بردقوش. نقول مثلا ان الريحان بيدخل، عايزين مره نعمل حلقه عن الصوصات، ازاي نعمل مايونيز في البيت، ازاي نعمل الكاتشب في البيت. والريحان ملك الصوصات، يعني مثلا عندك صوص البيستو في ايطاليا عالي قوي، المكرونه بصوص البيستو مشهوره جدا، ممكن نقولها على السريع ولا مفيش وقت؟ احنا عشان الوقت طيب طب نقول على السريع. نقول صوص البيستو بيبقى عباره عن كوبايتين من ورق الريحان، بنقطف الريحان ونقطعه وبنحط معاه نص كوبايه زيت زيتون ونص كوبايه جبنه رومي مبشوره وتوم، وهم بيعملوه بالصنوبر او عين جمل، احنا ممكن نحط سوداني ومطحون وبنضربه كله في الخلاط وبيبقى مع المكرونه المسلوقه جميل جدا. انا عارفه طرق كتير قوي لاستخدام الريحان، ممكن نعمل لها حلقات ان شاء الله، نعمل لها حلقات، ما اكيد هيكون لينا مع حضرتك سلسله حلقات عشان الحاجات دي مش محتاجه حلقه واحده، لان يعني بس كمقدمه الجعبه مليانه. ربنا يخليك. كمقدمه احنا بنقول لكل مشاهدينا الكرام صدقوني الزرع مش مكلف، الزرع مش مزعج، اي عبوه عندك استخدميها، الشتلات والحاجات الخضراء دي بتدي راحه نفسيه جدا للبيت. اولادنا يتعلموا الرحمه، لما اولادي يسقوه مثلا كل يوم ويحسوا انه الزرع ده مسؤوليتهم وانه بيعطش زي ما الانسان بيعطش، يبقى انا جملت البيئه وحاربت التلوث وباكل خضره نقيه ما فيهاش كيماويات، وفي نفس الوقت خليت ولادي يبقى عندهم رحمه. يعني طبعا انا قلت في بدايه الحلقه ان الحاجات دي مريحه للاعصاب فعلا، كمان يكون عندنا طبق سلطه خالي من نقدر ان احنا ناكله وناكله لاطفالنا ونبقى عارفين مصدره. بالظبط كده بالظبط. واهم حاجه انه اقتصادي وممكن بعد كده يبقى مشروع تجاري. طبعا. انا سعيده جدا بلقائكم. اهم حاجه ان احنا سعداء بوجود حضرتك معانا وسعداء بتلبيه دعوتك لينا من عناية الاثنين تحت امرك. ان شاء الله تكوني ضيفه عزيزه علينا دايما في قناه الدلتا وبرنامج ست ستات. ربنا يخليكم، وتحياتي لفريق العمل والاسره تلفزيون الدلتا كلها. شكرا لحضرتك ونشكرك على وقتك معانا وكنت ضيفه عزيزه علينا النهارده. الله يحفظك. شكرا جزيلا. مشاهدينا مشاهدي ست ستات، بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، نشوفكم الحلقه الجايه، الى اللقاء.